ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. شفتوا احنا المرة اللي فاتت نظفنا مع بعض المطبخ. النهاردة بقى احنا هنعمل مع بعض كده بانيه. كنت هاكل انا وسليم. ما لقيتش بقى جوانتي، معلش اعذروا بقى المنظر، احنا اللي هناكل انا وابني فخلاص يعني ايه. هنعديها هنسكيب الحتة دي. بصوا بقى، انا جاية اتكلم معاكم النهاردة في موضوع بجد مهم قوي قوي. آم، كنت اكتر حاجة غلط كنت بعملها في حياتي، انا نويت ان انا افتح قلبي واشارككم اكتر حاجة غلط كنت بعملها، ولو انتوا بتعملوها فبجد لازم توقفوا. اكتر حاجة غلط ان انا كنت بعملها اني كنت بنتظر من اللي قدامي يرد لي نفس الحاجة اللي انا بعملها معاه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا يا ستي كنت حامل مثلا، فاول ما عرفت ان انا حامل رحت جريت على واحده صاحبتي وقلت لها على فكره انا حامل ومش عارفه ايه، وفرحتها وبسطتها قوي. لما هي اتجوزت وبقت حامل انا انتظرت منها مثلا نفس الاتيتيود، نفس الفكره انا منتظره منها ان هي هتيجي على طول تفرحني وتقولي ندى ده انا حامل مثلا. خصوصا مثلا لو هي كمان بتشاركني وبتسألني أسئلة كتير مثلا عن أول الحملة أو عن البداية من غير ما تقولي أو من غير ما تعرفني. كنت بزعل قوي، بزعل قوي قوي قوي. ومثلا مثال تاني، هديكم أمثلة كتير عشان بس ما حدش ياخد يشخصن الأمور على حاجة واحدة. انا مثلا يعني خدت واحده صاحبتي مثلا معايا وانا بشتري حاجه مهمه جدا وغاليه قوي عندي بالنسبه لي يعني. وغالبا الناس بتروح لوحدها لما تشتريها، بس انا قدرت واحده من صحابي او من قرايبي او ايا كان، وخدتها معايا المكان ده وخليتها تنقي معايا وتختار معايا حاجه مصيريه في حياتي. لما جت هي تعمل نفس الحاجه او تجيب نفس الحاجه، اكتشف ان هي ما شاركتنيش معاها في الحاجه دي، فازعل قوي، ازعل قوي قوي، ازعل بجد من قلبي. وببقى بتكلم يعني، بقعد انا من نوع لما بزعل من حاجه بقعد اتكلم فيها كتير مع بقى الناس القريبه مني. بقعد بجد اتكلم كتير قوي عشان بحس ان انا لما بتكلم ان انا بحل الموضوع، ان انا بفضي اللي جوايا، فاهمين؟ لما دخلت كورس اللايف كوتشنج، على فكره منكم ناس عارف ان انا اصلا الحمد لله الحمد لله خلاص امتحنت الفتره اللي فاتت دي اللايف كوتشنج تبع جامعه عين شمس. ان انا ابقى مدرب لايف كوتشنج يعني. انا دخلت الكورس ده اصلا، انا كنت داخله ليا لندى، انا كنت عايزه احسن حاجات فيا، افهم نفسي اكتر. لما دخلته انا غيرت من نفسي كتير قوي يا جماعه، كتير قوي. بقيت اعرف ان انا اللي اخترت اني اوظف فلان ده او احط فلان ده في مكانه عاليه بالنسبه لي. ما زعلش منه اذا كان هو حاططني في مكانه اقل. ازعل ليه؟ انا اللي حطيته في المكانه دي، انا اللي اديته الاحقيه دي. هو ما طلبهاش مني، انا اللي عملت معاه كده. ومش من حقي اني انتظر منه نفس المعامله ليا، لا. بس لو هي حاجه ضايقتني انا او انا مش حابه اشاركه فيها تاني، خلاص اعرف صاحبك وعلم عليه. خلاص انا مش يعني ايه اللي هيزعلني؟ ايه اللي هيضايقني لما انا كنت عارفه ان انا حامل وقلت لها، وهي لما عرفت انها حامل ما قالتليش غير بعد مثلا 5 6 7 شهور من حملها مثلا؟ ايه ضايقني؟ انا هستفاد ايه لما اعرف؟ اصلا ولا حاجه. تقدير مثلا، مش مشكله. تقدير ده او جبر الخاطر ايا كان هيجيلي من ناحيه تانية خالص، مش هستناه منها. ولو الموضوع مضايقني انا شخصيا، خلاص انا بعد كده اتعلم اني ما شاركش الشخص ده وخلاص. لكن يزعلني ويصعب عليا نفسي واتضايق واتأثر زي ما كنت بعمل زمان، ليه ان شاء الله؟ ليه؟ مفيش اي حاجة خالص تستاهل. مفيش حاجة تستاهل. انا حطيته في المكانة دي، ما انتظرش منه انه يحطني في نفس المكانة. ما انتظرش منه. انا بقى حابة اغير مكانته عندي، انا حرة. حابة والله انا مرتاحة للشخص ده وحابة اخليه في نفس المكانة حتى لو هو مش بيشاركني حاجة، مش مهم. انا برضو حر، انا برضو هعمل اللي انا عايزاه. بس ما ازعلش، ما اتضايقش ان فلان مش عايز يحكي لي، ما اتضايقش ان فلان ما عرفنيش، ما اتضايقش ان فلان ما شاركنيش في الحاجه اللي انا شاركته فيها. انا اللي اخترت، هو ما قاليش تعالي حطيني في المكانه دي. هو ما اختارش انه يجي معايا، انا اللي قلت له تعالى معايا. فبجد لو انتوا بتعملوا كده او بتزعلوا من ناس صحابكم مثلا انه مش بيحكي لكم حاجه وانتوا شاركتوهم او كده، عادي بسيطه، ما تزعلوش نفسكم. غيروا اماكن الناس في حياتكم،
غيروا الترتيب اللي انتوا كنتوا حاطينه. ده كان عندي نمبر 1، لا هيبقى 2 3 و4 وممكن 10 كمان، عادي، ما فيهاش مشكله، عادي. انا حر، بس من غير زعل، من غير ما احسسه ان انا بعمل كده معاك عشان انت عملت كده معايا. كده انا بعرفه انك انت فارق قوي معايا، اوفر يعني. لا، انا بيني وبين نفسي بعمل كده في الناس، بغير مكانتهم عندي طالما ما لقيتش التقدير اللي انا كنت ممكن استحقه، اللي انا كنت شايفه من وجهة نظري ان انا استحقه، بس معرفوش ان انا زعلت منه واتضايقت واتأثرت وعملته. لا، انا حرة وهو حر، كلنا احرار في حياتنا. فبجد لو انتوا بتعملوا كده بطلوا، بطلوا بطلوا، عشان هترتاحوا قوي بقى. بصوا، هترتاحوا هترتاحوا هترتاحوا. مش هتحسوا بقى ان كنتوا متضايقين وكل شويه متعكننين وكل شويه منتظرين من فلان. بصوا، اللي بيعمل الخير، مش هقول لكم بقى بيرمي البحر، لا، ده يعني اللي بيعمل الخير ربنا بيردهوله، والله بيردهوله. وعلى فكره، اكتر الناس اللي انت بتعمل فيها الخير سبحان الله ما بيتردش الخير من ناحيتهم. الخير بيترد من ناس تانية خالص، انت كنت اصلا مش متوقع اساسا ان هم فاكرينك اصلا. انتوا متخيلين؟ فاعملوا خير، اعملوا خير كتير، اجبروا بخاطر الناس اللي حواليكم، علشان هو بيترد لكم من جانب تاني خالص انتوا ما كنتوش تتخيلوه. دي كانت نصيحة اليوم النهاردة بجد، لاني كنت حابة ان انا اتكلم معاكم واشارككم الموضوع ده. وعايزه اقول لكم ان انا الحمد لله زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كنت عايزه اخرج سليم، خرجته الحمد لله. فالفيديو الجاي ان شاء الله بقى هنزل لكم فلوج كده سريع كده واحنا خارجين، ورحنا ذاكرنا وعملنا حاجات كده في النادي وبتاع. ف استنوا استنوا وانتظروا. وبجد انا مبسوطه وبشكركم جدا 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 على التفاعل بتاعكم. وشكرا من كل قلبي لبنت اسمها ساره بتتابعني، عشان بتدخل تعمل لي كومنتات كتير قوي قوي قوي، بجد بتبسط يعني. تسلميلي تسلميلي تسلميلي. وهنا كنت بوريكم الخروشه بتاعت القرمشه، خروشه ولا قرمشه مش عارفه، اللي هي بتقعد تعمل كده. فهي كانت بتعمل بصراحه يعني. بصوا، الاير فراير دي حياتي دلوقتي، بقت ايدي ورجلي في البيت حرفيا. بتستخدمها كتير قوي لان الزيت فعلا بقى بيقعد معايا، بيقعد، غير بقى القلي والحاجات دي. فانصحكم لو انتم مش عندكم اير فراير تحوشوا وتجيبوا الاير فراير دي، عشان بجد حلوه. يلا سلام.